ازيكم عاملين ايه؟ ورمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم الايام بخير. تعالوا مع بعض نعمل القطايف اللي وصلت الكيلو بتاعها 35 و40 و38. تعالوا بس من كوبايه دقيق واحده بس هنعمل احلى قطايف. المجات دي شاريها من مريم كيتشن، وكمان الخفاقة الحلوة دي برضو من حاجات تابلوير، طبعا الملكة بتاعتنا سوسن الكردي وحاجات تابلوير. عايزين نعملها في الخلاط، عايزين نعملها بالويسك او المضرب، عايزين نعملها بايدينا براحتكم خالص. انا هعملها في الخلاط. هعمل ايه؟ كل اللي عملته ان انا خدت رشة ملح حطيتها على الدقيق، كوباية دقيق واحدة عليها كوباية مية، معلقة فانيليا، معلقة بيكنج باودر كبيرة، ومعلقتين سكر باودر، ومعلقة نشا. هقول لكم كمان حطينا نشا ليه، علشان تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه، تديها القرمشة يعني وهي بتتقلي في الزيت. هنحط كوباية المية، وهنحط بعدها الدقيق، وطبعا اضافة المية حسب نوع الدقيق اللي عندنا، في دقيق بيشرب مية وفي دقيق لأ، حسب بقى ما تشوفي قوام الخليط المناسب. انتي بقى عينيكي بقى اللي هتشوف، وعينيكي هي اللي هتقدر. هنحط برضو رشة فانيليا، ممكن تستغني عنها، دي اختيارية بس انا بحبها عشان تدي ريحة حلوة للقطايف. معلقة او نص معلقة كبيرة على الكوباية. لو هتعملي مقادير اكبر من كده هتكبري طبعا، يعني مثلا لو كوبايتين دقيق يبقى معلقة كبيرة بيكنج باودر. اهو هنبتدي بقى نضرب من غير خميرة، من غير سميد، من غير اي حاجة خالص، المكونات بسيطة جدا، وهنعملها مع بعض خطوة بخطوة. ده القوام، لا هو تقيل ولا هو خفيف مية، وانتي برضو زي ما قلتلك عينيكي هي اللي بتشوف، عينيكي هي الحساس او الميزان بتاعك. بعد كده بنجيب طاسة، ويفضل اللي هي مش بتلزق، الطاسات اللي هي غير لاصقة، وهنحط منها على طول. انا بحط من درع الخلاط على طول، بتديني الدوائر زي ما انتوا شايفين، على نار لا هي عالية ولا هي متوسطة ولا هي هادية خالص. لو هادية خالص هتاخد معاكي وقت جامد في السوا، لو عالية هتستوي بسرعة وهتكون نية من جوه، فخليها يعني قبل الوسط بشوية. تمام، هي بتستوي اهو، الاخرام دي والفتحات دي معنى ان هي العجينة مظبوطة. معاكم خطوة بخطوة. بنتي حبت ان هي تشوف ظهرها حمر ولا لأ، بس انا قلت لها ما ينفعش ان احنا نستخدم معلقة ستانلس على التيفال. هنصب مع بعض واحدة كمان ونشوف برضو. الطريقة بسيطة جدا، جربوها هتحبوها وتعتمدوها، وبكيلو دقيق ممكن تعملوا قطايف الشهر كله. انا مقاديري كوباية واحدة علشان انا بحبها طازة، لما انتي لو عايزة مثلا تعملي كمية اكبر وتفرزيها عادي خالص. القطايف حلو مميز في شهر رمضان، ما تخليش سفرتك تغيب عنه. القطايف بتنفع حلويات، وتنفع كمان تتحشي بلحمة مفرومة او بالجبن. لو عرفت المقادير البسيطة دي وحاولت تجربيها ونفعت معاكي هتعتمديها في كل الأطباق، حلو وحادق. الموضوع ما بياخدش 10 دقايق وبتكون جاهزة. هوريكم كمان الحشوات اللي أنا بعملها، حشوات بسيطة جدا. كنت جايبة عجوة من نغم، حشيتها بالعجوة وحشيتها كمان بالجوز الهند والزبيب والمكسرات. شايفين شكلها؟ روعة روعة روعة، وعاملاها في البيت، عارفة مكوناتها ايه، عارفة انت حاطة ايه. وكمان هقولكوا على تركاية، لو عندك لبن بودر ضيفي معلقة برضو بيخليها طرية وهشة. شايفين الجمال ده؟ بعد ما اتقلت في الزيت ورميناها كمان في الشربات، كنا عاملين شربات بارد، فيديو تاني هعمل لكم طريقة الشربات. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا صلوا على الحبيب عشان كلامنا يطيب. تعالوا نشوف مع بعض كده عاملة ازاي. شايفين؟ مقرمشة من بره وطرية من جوه. جربوها هتحبوها وبألف هنا.